السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برياني بطريقة مرة سهلة ولذيذة، وشوفوا كيف طبقات مرة لذيذة. ويلا نشوف الطريقة. أول شي عندي هنا زيت زيتون، حطوا أي زيت عندكم، ونزل عليه البصل لشرايح، حطوا كمية كذا وفيرة ونقلب. طبعا لازم يكون لونه كذا على بني، بس يعني مو بني مرة محروق، يعني مايل على البن الخفيف. وبعد ما تشوح نزلنا الدجاج، وكمان ننزل الثوم البودرة والبهارات، وأكيد ما ننسى الملح والبابريكا. وإذا عندكم أي بهارات زي بديل ماجي، أنا ضفت هنا بديل ماجي. ونحط الموية الساخنة ونغطي عليه تقريبا 30 دقيقة. طبعا نسلق الرز، حطيت هنا الرز والموية، طبعا مطيبات تقدرون تحطون اللي تبغونه. حطيت هيل وكمان ورق غار وتقريبا 10 دقايق وملح. كمان عندي هنا قدر ثاني، حطيت الرز 3/4 استواء، وكمان أحط دجاج، يعني تعرفون طبقات اللي دجاج رز دجاج رز زي كذا. وأحط كمان الرز، لا تنسون إنه ما يكون مرة يعني ناجح مرة عشان ما ينهرس. وكمان حطيت الطبقات وتنسون موية زعفران شوي، وتقريبا إذا نقص الملح وزي كذا فشيكوا على الملح. وكمان كذا خلص. طبعا أحط عليه قصدير وأغطيه مظبوط، وإذا عندكم شي ثقيل حطوا عليه تقريبا 10 دقايق، ونفتح عليه ونشوفه. ما شاء الله تبارك الرحمن، مرة شكل ولا غلطة، ما شاء الله تبارك الله. طبعا ما شاء الله حتى الرز نثري ويعطيكم ألوان وزي كذا. طبعا حطيت الدجاج، بس أنا أبغاكم تشوفون قديش حتى الدجاج كذا ذايب والرز. وبالعافية علينا وعليكم.